كم واحد فينا اتصاب قبل كده راح دكتور عظام؟ الدكتور في الغالب بيقول لك ايه؟ في الغالب بيقول لك ريح، صح؟ في ناس للاسف ما عندهاش الوعي الكافي او ما عندهاش العلم الكافي ان هو يقول لك بص انا عايزك تحسن من نفسك، انا هخليك تبقى اقوى. هو بيشوف ايه اللي مضايقك ويرميه في الزباله. خلاص انت بتتضايق من الجيم، يعني الجيم ده رفاهيه، هي ماشي في الشارع، هو ده الفتنس. انا اتقال لي كده حرفيا، الدكتور قال لي تروح الجيم ليه يا ابني؟ اتمشى على المشايه، هو ده قمه الفتنس. الكلام هنا اللي هو الدكتور بيحاول يعمله ايه؟ هو بيحاول يعالجك بان هو يعمل ايه؟ بان هو يقلل اللود اللي عليك، بس كده. هو بيقلل اللود اللي عليك انت. فلو انت مثلا كنت بتتوجع لما تعمل حاجه هنا، ما علكش انت، ما خلاكش انت اقوى، ما خلاكش انت اجمد، ما خلاكش تستحمل اكتر. هو عمل ايه؟ قال لك ما تعملش اللي بيضايقك. الهدف بتاعنا احنا كمدربين ايه؟ ان احنا نخليك انت اجمد من اللي بيضايقك. يعني التاهيل بنقول ان الراجل ده اهل تاهيل صح امتى؟ الراجل ده مثلا كان بيجري ولما بيعمل سبرنت 100% لمده 10 دقائق كده ولا حاجه، يبتدي بيحس بخلفياته ايه؟ بتشد